السلام عليكم. فيديو النهارده للناس اللي بتحب السناكس والمقرمشات والتسالي الحلوه. هنعمل بسكوت مملح كده هش قوي بيدوب ذوبان كده في البق، وبجد خطير واحلى 100 مره من اللي احنا بنشتريه. قبل ما نبدا عايزه اقول لكم ان انتوا لو اول مره بتشوفوا قناتي، انا ايمان جمال. اشتركوا في القناه عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفه جديده. اعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، واعملوا شير كتير عشان غيركم يستفاد. وشكرا جدا للناس اللي عملت لايك حالا حتى من قبل ما تشوفوا الوصفه. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه استخدمت كوبايتين من الدقيق، طبعا منخول قبل ما استخدمه. هنضيف عليه معلقه من السكر صغيره ومعلقه من الملح صغيره، وكمان معلقه من البيكنج باودر. انا قلبت كده المكونات الجافه دي كلها مع بعض، بس طبعا الكاميرا فصلت. وهنا نص كوبايه من الميه الدافيه دوبت فيها معلقه صغيره من الخميره الفوريه، وهسيبها على جنب كده لغايه ما تتفاعل الخميره. وهنا بقى نص كوبايه من الزيت، هنزلهم على المكونات الجافه. زي ما قلت لكم قلبوا المكونات الجافه قبل ما ننزل الزيت عليها. دلوقتي بقى هبتدي ان انا افرك الدقيق مع الزيت كده كويس جدا لغايه ما يوصلوا معايا زي حبات الرمل كده، زي ما هتشوفوا معايا. الخطوة دي مهمة جدا علشان تخلي معانا البسكوت يبقى هش جدا ومقرمش، وكأنه معمول بسمنة بالظبط. عايزة اقول لكم ان انتوا تقدروا كمان ان انتوا تستبدلوا الزيت بسمنة او زبدة، يعني في كل الاحوال بيكون حلو جدا. دلوقتي الخميرة تفاعلت زي ما انتوا شايفين، هنزلها بقى كده على الدقيق وهبتدي ان انا اقلب. مش عايزين نعجن خالص، احنا عايزين البسكوتية تدوب كده في البق. فعشان كده يا دوب هنلم كل المكونات كده مع بعضها وبس، مش هنفضل نعجن كتير عشان الجلوتين ما يطلعش ويخلي لنا البسكوتية ناشفة. انا كده خلاص عجنتها. شايفين بقطع العجينة كده ما فيهاش عرق خالص زي ما انتوا شايفين، يعني احنا هنعتبرها زي اي بسكوتات بنعملها، يا دوب بنلمها باطراف صوابعنا وبس كده. دلوقتي بقى لميتها كده على بعضها، وهغطيها بكيس التلاجة ولا اي حاجة. ممكن تغطوها بفوطة وتسيبوها على جنب. انا سبتها تقريبا ساعة، ممكن تسيبوها من نص ساعة لغاية ساعة، يعني على حسب الجو. ممكن كمان تدفوا الفرن وتخلوها جوه الفرن يا دوب ربع ساعة او نص ساعة، بتلاقوها اختمرت بسرعة. وهنا خلاص بعد ما عدى عليها تقريبا ساعة، جبت كده مفرش سيليكون وهبتدي ان انا ابدره كده بشوية دقيق. وهلم بقى العجينة كده كويس واضيع منها التخمير علشان افردها كده على الدقيق. افردوها على الدقيق. ممكن كمان تفردوها بين كيسين تلاجة كده او بين ورقتين زبدة، براحتكم. بس اسهل حاجة انكم تفردوها بالطريقة دي. شوية دقيق كده تحت العجينة وشوية دقيق فوق العجينة، ونفردها بفرادة العجين. بكل سهولة هتتفرد معانا. العجينة ما تبقاش طرية، العجينة بتكون ناشفة كده شوية، فده العادي بتاعها. شايفين السمك بتبقى رهيفة خالص كده، والسمك بتاعها قليل علشان لسه هتنفش في الفرن. فانتوا حاولوا ما تخنوهاش عن كده. استخدمت بقى القطاعة الحلوة دي. انتوا برضو استخدموا اي قطاعة عندكم، ممكن كمان بكوباية عادي خالص وبسكينة كمان. انا هعمل معاكم 3 اشكال، والثلاث اشكال احلى من بعض. بجد حلوين قوي وعجبوا الولاد جدا. استخدمت بقى بعد ما قطعت كده بالقطاع، استخدمت الشفاطة دي او الشلمونة علشان اعمل بيها ثقوب كده في النص. بيبقى شكلها حلو قوي وشبه الحاجات الجاهزة، يعني احنا بنلاقي سناكس كده بيتباع بيبقى شكل الحاجات دي اللي احنا هنعملها النهاردة. بجد بيكون شكلها حلو قوي. شايفين بتطلع كده بكل سهولة، بيبقى حلو قوي شكلها. دلوقتي بقى جبت صينية وهدهنها كده شوية من الزيت، وهبتدي ان انا ارص كل القطع اللي احنا قطعناها دي في الصينية كده زي ما انتم شايفين. يعني نحاول ان احنا ما نلزقهمش في بعض قوي عشان لسه هيكبروا شوية في الفرن. ما بتحتاجش تخمير خالص. احنا يا دوب بنرص كده الصينية او الصاج، وبنكون مسخنين الفرن، وبندخلها على الرف الوسطاني. طبعا الفرن بتكون متسخن على درجة حرارة عالية جدا. وبعد كده بنهدي النار شوية، يعني بنخليها حرارة متوسطة، ونخليها في الرف الوسطاني. وبعدين بتاخد في الفرن 15 دقيقة تقريبا. ما بتاخدش وقت خالص عشان هي حبات صغيرة، فما بتاخدش وقت خالص. بتاخد تقريبا من 15 دقيقة ل 17 دقيقة، مش اكتر من كده. وفي الاخر يعني في نص الوقت كده بنشغل الشوايه، بنخليها على هادي، وبنقفل الفرن. طبعا بنكون متابعينها عشان ما تتحرقش مننا. وبتكون خدت بقى لون تحت وفوق. هنا طبعا بواقي العجينه لميتها على بعضها وبعدين فردتها تاني. انا بعد ما بفردها كده زي ما انتم شايفين، فبحاول ان انا اخرجها من مفرش السيليكون، وبعدين اقطعها علشان ما تلمش تاني. وانا بقطعها كده تحسوا ان هي، واحنا بنقطع باي حاجه تحسوا انها اتلمت على بعضها، فاعملوا الحركه دي. هنا بقى حبيت برضو ان انا اعمل شكل السان بايتس اللي هو المدور المفتوح كده في النص. فانا عملته بالشكل ده. ده قمع اللي احنا بنعمل بيه الروزتات على التورته، عملتها بيه كده. وبرضو فتحتها كده
بالشلمونه دي في النص برضو زي ما انتوا شايفين، بيبقى شكلها حلو قوي. حتى لو في كرات مش مظبوطه معاكم، اما تحطوها في الصينيه افردوها كده بصوابعكم هتتفرد معاكم وتبقى شكلها حلو برضو. شايفين برضو ارتفاعها حلو، السمك بتاعها مش كبير. هخلص بقى كل الكميه وهوريكم الشكل التالت. لميت برضو باقي العجينه كده، مش هنسيب منها ولا فتفوتة عجين، كلها هنستخدمها. هنا بقى استخدمت كده القطاعة دي. على فكرة لو مش عندكم القطاعة دي تقدروا ان انتوا تعملوها بسكينة، يعني عادي ما تقيدوش نفسكم بحاجة على فكرة. بس كده عملتها شرايط عريضة علشان اعمل منها مثلثات اللي هتشوفوها معايا دلوقتي. الحكاية بسيطة جدا، وبجد انا بحب جدا اعمل الحاجات دي، واكتركم يعني اكيد بيحب ان هو يشكل ويعمل اشكال حلوة، وفي الاخر اصلا الولاد بيفرحوا بالاشكال دي. هي بتاخدش معانا وقت خالص، كمية قليلة من الدقيق بتعمل معانا كمية كبيرة، عشان عملنا أشكال صغيرة كده وحلوة. عملت برضو فتحة كده جواها علشان برضو تكون شكلها حلو في الآخر. شايفين بجد شكلها حلو قوي في منتهى الجمال. طبعا مفيش أبسط ولا أسهل من كده، قطعوها بقى بالشكل اللي انتوا تحبوه. أنا عملت معاكم 3 أشكال اهو، اعملوا بقى الشكل اللي انتوا تفضلوه والأسهل ليكم. عملت الشكل الاخير بالقطاعه دي اللي انتوا شايفينها. تقدروا كمان تستخدموا كوبايه وهنعمل لها ثقوب كده بالشوكه، يعني طبعا مفيش اسهل من كده. لو ما عندكوش القطاعات اللي احنا عملنا بيها دي اعملوا الشكل ده. بصوا انا هنا دهنتها كده شويه من الحليب السايل علشان ارش عليها كده شويه من ذرات الملح، يعني رشه خفيفه كده على كل واحده من الملح. دي سناكس بنجيبها من بره بتكون حلوه قوي، وبتكون حبات الملح اللي موجودة عليها مديها طعم حلو قوي. وكمان رشيت كده معاها شوية من حبة البركة، اللي بيحبوا حبة البركة هيحبوها قوي مع البسكوت ده. انا عملتهم كده على المفرش السيليكون بالحليب، ودهنتهم بالحليب قبل ما احطهم في الصينية. ده طبعا للناس اللي هي ما بتحبش انها تدهن اي حاجة بالحليب وهي في الصينية، عشان احنا طبعا عارفين ان لو نزلت اي نقطة حليب في الصينية بتتحرق. فانتوا اعملوا كده برضو زي ما انا عملت. وكده خلاص خلصت كل الكمية. الخبز زي ما قلت لكم على الرف الوسطاني على درجة حرارة متوسطة، بياخد تقريبا من 15 دقيقة ل 17 دقيقة، مش بيطول في الفرن. وبعد ما بيبرد بيكون بالجمال ده. عايزة اقول لكم ان طعمه بجد تحفة. الناس اللي بقى اللي بتحب التسالي والمقرمشات والحاجات الحلوة اللذيذة دي متأكدة انهم هيحبوا الوصفة دي جدا. سهلة وبسيطة ومش مكلفة وما بتاخدش وقت خالص. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش بقى ان انتوا لو وصلتوا معايا لغاية هنا ولسه ما عملتوش لايك، فياريت تعملوا لايك حالا واشتركوا في القناة، واستنوا ان شاء الله الوصفة اللي جاية بكرة، ومع السلامة.